مرحبا بكم أيها المهتمون بالتاريخ. اليوم دعونا نسافر عبر الزمن إلى عصر كانت فيه الأرض مغطاة بالجليد، وكانت موطنا لبعض أكثر المخلوقات المذهلة التي جابت الكوكب على الإطلاق، عمالقة العصر الجليدي. أولا، تعرفوا على الماموث الصوفي. كانت هذه المخلوقات المهيبة من أقارب الفيلة الحديثة، ولكنها تكيفت مع البرد بثرائها الكثيف وأنيابها الضخمة. تخيلوا رؤية أحد هذه الوحوش الضخمة يتجول عبر التندرة الجليدية مستخدما أنيابه لحفر العشب تحت الثلج. كان وجودها مهما للغاية، لدرجة أن البشر الأوائل كانوا يقدسونها، وغالبا ما يصورونها في فن الكهوف. بعد ذلك لدينا القط ذو الأنياب الحادة، والمعروف أيضا باسم سميلودون. مع أنيابه الطويلة المنحنية الشهيرة، كان هذا المفترس قوة هائلة. تخيلوه يتجول عبر الغابات، وعضلاته تتلوى تحت فرائه، مستعدا للانقضاض على فريسته. على الرغم من مظهرها المخيف، اعتمدت القطط ذات الأنياب الحادة بشكل كبير على البحث عن الطعام، ومحاربة الحيوانات المفترسة الأخرى للحصول على كل قطعة. دعونا لا ننسى الكسلان الأرضي العملاق، وهو من عجائب العصر الجليدي الحقيقية. يمكن أن يصل طول هذه الحيوانات العاشبة الضخمة إلى 20 قدما، ويزن عدة أطنان. تخيل كسلانا بحجم سيارة يتجول ببطء عبر الغابة، مستخدما مخالبه الضخمة لنزع أوراق الأشجار. لقد كانوا عمالقة لطيفين، لكن لا تدع خطواتهم البطيئة تخدعك، فحجمهم وحده كان رادعا للعديد من الحيوانات المفترسة. الآن استعدوا للدب المخيف قصير الوجه أو أوركتبس. يبلغ ارتفاع هذا الحيوان آكل اللحوم الضخمة 12 قدما على رجليه الخلفيتين، وكان يتمتع ببنية قوية. تخيل هذا الدب يهيمن على المناظر الطبيعية المتجمدة بقوة وسرعة لا مثيل لها. كان أحد أكبر الحيوانات المفترسة وأكثرها رعبا في عصره. أخيرا، دعونا نتحدث عن الجليبتودون، وهو حيوان ثديي مدرع يشبه حيوان الأرماديلو العملاق. كان لهذه المخلوقات صدفة قوية واقية، ويمكن أن يصل وزنها إلى طنين. تخيلوا حيوانا عاشبا يشبه الدبابة، يتحرك ببطء عبر السهول، مستخدما درعه الخارجي لصد الحيوانات المفترسة. كان تكيفه الفريد بمثابة شهادة على استراتيجيات البقاء المتنوعة لحيوانات العصر الجليدي. لم تكن هذه العمالقة في العصر الجليدي مجرد مخلوقات، بل كانت رمزا للبقاء والتكيف في عالم قاس لا يرحم. إنها تذكرنا بالتنوع المذهل للحياة على الأرض، والتغيير المستمر الذي يخضع له كوكبنا. لذا في المرة القادمة التي تفكر فيها في العصر الجليدي، تذكروا العمالقة الذين جابوا عالمنا المتجمد ذات يوم. شكرا.